من القلب حلوه يا ولد يا لعيب عند مصطفى فتحي. مصطفى هيجي من تحت عمر جابر، دخل لجوه وقطم تسديده يا ولد، جول جول جول. مصطفى فتحي هو اللي خلصها، هو اللي عملها. فتحي فتحي فتحي، جول جول جول. نادي الزمالك فك خلاص، فك الراجل بقى النحس، مش عايزين نقول يعني جول لمصطفى فتحي بعد ما الشبكه اتأزمت تماما، ويسجل في مرمى احمد سعد الهدف مع الدقيقه 70 بالتمام والكمال. 25 دقيقه من الشوط الثاني، نادي الزمالك مصطفى فتحي صاحب المهاره يسند الكوره. بص شوف الراجل بيعمل ايه، استلم وعارف هيتصرف ازاي وواخد القرار، وفي وسط الزحمه بقى احمد سعد المره دي تعدي منه داخل الشباك. يبقى 1-0 عن طريق مصطفى فتحي اللاعب المهاري اللي عمل شغل كويس مع بدايه الشوط الثاني، رغم ان هو نزل في اخر ربع ساعه كوره كان ممكن احمد سعد يتعامل معاها، انما الرؤيه من قدام اللعيبه والمدافعين هي اللي فرقت. ويمكن اهو المدافع الكوره اتلعبت وقريبه من احمد سعد، انما يمكن ما كانش شايف الكوره. كهربا يمشيها لفتحي، فتحي في منتهى الخطوره، جول جول جول. فتحي فتحي فتحي، حنفيه الاجوان فتحت، جونين في دقيقه بعد 6 جوان ضايعين. مصطفى فتحي تفتح معاه الدنيا في دقيقتين. مصطفى فتحي يسجل جونين عشان يترجم الشكل المنطقي لهجمات الابيض طوال احداث اللقاء. جول لنادي الزمالك، جول في الدقيقه 70 وجول في الدقيقه 72. نادي الزمالك بيتقدم بهدفين عن طريق اللاعب المهاري. بص مصطفى فتحي خدها ازاي وحاططها يا ولد يا ولد يا ولد، انما كهربا هو اللي لعبها له. خلاص بقى اسيست كهربا، بقى قال لك انا مش عارف اسجل، انا اللي اساعد زمايلي، ويعملها حلوه حلوه كهربا. ومصطفى فتحي يا سلام عليك يا ولد، هي دي اللعيبه اللي بتكلم عليها، كثير من المهاره كثير من الافاده. مصطفى فتحي واحد من اللعيبه المظلومه اعلاميا.